السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم النهاردة سجق اسكندراني. بس على النار فيها شوية زيت، ولما الزيت يسخن احط قطعة ثوم او معلقة صغيرة ثوم مفروم، واشوح الثوم لغاية لما ادبله كده في الزيت، يديني الصفار الخفيف ده. احط له نص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة واشوحهم مع بعض. اكون مقطعه السجق قطع صغيره كده وحطاه، ده نص كيلو سجق، واشوحهم مع بعض لغايه لما السجق ده يدبل ولونه يتغير. مقطعه بصله كبيره مكعبات، واحطها مع السجق واقلبهم مع بعض. بعد كده احط فلفل رومي حامي او حاجه لوحدها، يعني اللي عايز فلفل رومي بس او فلفل حامي بس او الاتنين مع بعض. انا حاطه الاتنين مع بعض وشوحتهم مع بعض. وسبتهم يتبالوا مع بعض شويه. بعد كده حطيت بقى الطماطم برضو مقطعاها مكعبات، هما اتنين بس. وهزود بقى التوابل عشان اتبل الخضار. طبعا السجق متبل لكن الخضار لسه. حطيت له كزبره وحطيت له فلفل اسود وحطيت له بابريكا، نص معلقه من كل حاجه، نص معلقه صغيره. وحطيت ملح، طبعا منكترش الملح لان السجق اصلا بيبقى فيه ملح. وشوحي بقى كل ده مع بعضه، وسيبوهم بقى ياخدوا كده مع بعض غلوة كده حلوة. وهو طبعا السجق يستوي قوي. يبقى الف هنا وشفا.